سوق البرمجة فعلا بيتغير، واللي مش شايف ده من دلوقتي هيتفاجئ بعدين. اللي بيحصل دلوقتي ان الشركات بدأت تبص على نوع مختلف من المبرمجين. ما بقاش كفاية خلاص انك تبقى شاطر في حتة واحدة وتقعد مستني التاسك تتبعت لك. دلوقتي في اي تولز وايجنتس بقوا يعملوا جزء كبير من الشغل اللي كان ناس كتير متخيلة انه كل حاجة، وساعتها لازم تسأل هو السوق رايح على فين؟ وانا جاي لك النهارده عشان اقول لك الخلاصه. السلام عليكم، انا طارق العبد، وهنا بنتكلم عن البرمجه وسوق العمل. اللايك الجميل وكوبايه الشاي بتاعتك ويلا بينا. تعال الاول نشوف ايه اللي اتغير فعلا في السوق. اللي اتغير مش بس الادوات، اللي اتغير هو تعريف الشغلانه نفسها. زمان كان في مساحه كبيره جدا لمبرمج شاطر بس شغله والمطلوب منه كله واضح ومباشر، ادي التاسك دي التيكت وده المطلوب، نفذ بقى وخلاص. وده كان كفايه في اماكن كتير، لان طبعا انت بتعمل جزء كبير ومعقد الا وهو كتابه الكود، الاركتكشر والتفاصيل دي كلها. لكن دلوقتي لا، دلوقتي بقى في كودينج ايجنسي يقدروا يعملوا الليله دي كلها واكتر بكتير وافضل كمان بكتير. فطبيعي جدا ان التميز ما يبقاش في الحته دي. الفكره بقى مين بيفهم احسن ويوجه احسن ويراجع احسن ويطلع نتيجه انضف. وده الفرق الكبير اللي ناس كتير لسه ما استوعبتوش. خليني اقول لك المشهدين اللي بشوفهم قدامي دلوقتي بوضوح جدا. مبرمج شاطر جدا عارف جزء معين كويس قوي، وليكن مثلا فرونت اند، لكن مستني المطلوب يتقال له بالتفصيل، مستني التاسك تيجي جاهزه، السكوب يبقى واضح، وحددوا لي اعمل ايه بالظبط. هو ممتاز، بس خلي بالك انت في خطر. مهندس تاني يمكن اقل منه شويه في التكنيكال، لكن بيعرف يعمل 5 حاجات مهمين جدا. يعرف يفهم المطلوب، يعرف يكسر المشكله، يستخدم الاي اي صح، يراجع النتائج، ويطلع فيتشر كامله لحد الاخر. مين فيهم بقى السوق هيحبه اكتر؟ اكيد التاني. ليه بقى؟ لان السوق دلوقتي ما بقاش محتاج شخص يقعد مستني الشغل يشرح له. السوق محتاج شخص يعرف انه يمسك المشكله، يقدر يرتبها كويس، يديها للادوات الصح، ويرجع يطلع لك حاجه شغاله فعلا. فدلوقتي المهندس الشاطر اللي يعرف يمسك الفيتشر من اولها لاخرها هو ده المطلوب. وده ياخدنا بقى للسؤال المهم، الا وهو مين بالظبط اللي هيزيد الطلب عليه؟ الطلب مش هيزيد على اكتر واحد عارف فريم وركس وخلاص، لكن الاهم اكتر واحد يعرف يمسك منتج. ودي نقطه مهمه جدا، لان في ناس لسه فاكره ان السوق هيفضل زي ما هو. التيم عندك واحد للفرونت، واحد للباك، وواحد للحته الصغيره دي، وواحد يستنى التاسك تتقطع له بالمعلقه. لكن اللي بيحصل دلوقتي بيقول ان القيمه بتعلى للشخص اللي يعرف يتحرك في السايكل كامله، مش لازم في كل الادوار، ولكن غالبا هو فاهم دور كويس جدا ويقدر يسبورت في دور او دورين كمان. وطبعا ده عشان هو متاسس صح وهيستخدم الاي اي، وطبعا ده عنده خبره وسنين تجربه، ما وصلش لده وهو لسه جونيور. خلينا اوضح لك الدنيا بالثلاث شخصيات دول. اول شخصيه اللي بنسميها النارو سبيشالست او المتخصص، وده الشخص اللي شاطر فعلا بس شغله محدد قوي. يعني مثلا هو موبايل ديفلوبر، وده مسمى كبير مش صغير، بس هو بيستخدم اندرويد نيتيف بس او فلاتر بس في الموبايل. هو ممتاز وجميل جدا، لكن في وجود الاي اي واحده واحده الموضوع ده هيبقى مش احسن حاجه. اللي هو طب ما تتعلم نيتيف اندرويد واي او اس مع فلاتر ورا بعض. طبعا لو مثلا عارف فرونت اند، ما تتعلم الفريم ورك ده يساعدك كمان في الباك، وتساعد بتاسكات بسيطه لو برايورتي مثلا مع الباك. وكده كده انت معاك شويه عبيد اي اي شغالين انت توجههم، المهم تفهم الصوره العامه وتفهم الاركتكشر كويس. مش معنى كده ان التخصصيه هتختفي، ما تفهمنيش غلط، الله يكرمك، وخليك متخصص وما تشتتش نفسك من الاول. دي مرحله بتيجي مع الوقت وبالراحه. تاني شخصيه معانا الفول ستاك انجينير، وده بالمناسبه مش قصدي بيه ويب بس، انا قصدي انه شخص يعرف يتحرك في اكتر من لاير. يعني يقدر يفهم اليو اي، يقدر يفهم لوجيك، يقدر يفهم داتا فلو، اي بي ايز، انتجريشنز، وكمان ديبلويمنت، واكيد ديباجنج ومونيتورنج. مش لازم يبقى اجمد واحد في كل واحده منهم، بس هو طبعا لازم يكون اجمد واحد في تخصصه الاساسي اللي هو على الاقل واحده او اتنين منهم، ولازم يبقى فاهم السايكل كامله. ليه بقى ده مهم؟ لان السوق دلوقتي بيحب الشخص اللي لما المشكله تقع قدامه ما يقولش بقى ده خلاص دي مش بتاعتي، لكن يقول هاتها بقى كده نشوفها من اولها لاخرها. وده بالظبط اللي وجوده بيبقى مريح لاي تيم. تالت شخصيه اللي بنسميها البرودكت انجينير، وده غالبا اجمد واحد المرحله الجايه. ليه بقى؟ لانه مش بيبص للموضوع ككود وبس، هو بيعرف يفهم الريكوايرمنت، يترجمها لقرار هندسي، يحدد المهم من اي كلام، يبني بسرعه، يقدر يراجع النتائج ويودي على البرودكشن على طول، وكل ده بدقه
جامده. يعني ده شخص ماسك وفاهم جزء بقى بيزنس وبرودكت وجزء بقى انجينيرنج، وطبعا سلاحه المتين باستخدام الاي اي تولز الجميل، مش ماسك جزء واحد وخلاص. والفكره انه مش فايب كودر، يعني مش بيطلع اي نتائج والسلام، لا هو فاهم اغلب المجالات دي، بس طبعا مش بنفس الدرجات، ولكن بيعرف في النهايه يطلع بيها نتيجه وبرودكت محترم. وده تقريبا هو الشكل اللي شركات كتير بدات تحبه وهتحبه اكتر الفتره الجايه. لو ده بقى شكل الشخص المطلوب، انت بقى تعمل ايه؟ قبل ما اقول لك تعمل ايه، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان نوصل ل 150 الف مشترك. وبالمناسبه لو حابب تمشي معايا بخطه واضحه لحد ما تظبط مسارك او تعلى بمستواك او تعمل شغل جامد بالاي اي والبرمجه بشكل عملي، خدمه المنتور شيب راجعه بعدد محدود جدا، فاكتب لي في الكومنتات وان شاء الله نبعت لك التفاصيل. لو عايز تكسب في السوق ده، انسى بقى الطرق القديمه دي وتعالى اقول لك تعمل ايه من النهارده. رقم واحد، وسع معلوماتك افقيا. مش قصدي تشتت نفسك، ومش قصدي تبقى شبح في 17 مجال مره واحده، لكن تبدا تفهم السايكل اللي بيمر بيها اي برودكت واحده واحده. يعني لو تخصصك الاساسي مثلا باك اند، وانت كويس وشغال في المجال وواصل فيه لدرجه كويسه وبتتعلم وهتفضل تتعلم فيه، انا باكد على الموضوع ده مليون مره عشان ما يبقاش فيه تشتت. المهم بقى هنا لازم نتوسع شويه وتبقى فاهم الناس بتوع الفرونت اند بيعملوا ايه وازاي، بالترتيب واحده واحده طبعا، مش في نفس الوقت. بتوع الديف اوبس والانفراستراكشر ما ينفعش ما اكونش عارف طبيعه شغلهم وازاي اسس البروجكت بشكل محترم وايه البيست براكتسز بالظبط، اكون عارف الدومين بزنس بتاعه الشركه اللي شغال فيها حاليا واعرف ازاي اساهم فيه، او على الاقل ازاي افهم الريكويرمنتس المطلوبه بشكل احسن من الاول. الناس بتوع الكيو اي والتستنج بيفكروا ازاي في الحاجه اللي جايه ليهم بحيث ان هم يتاكدوا ان البرودكت ده تمام نديله ساين اوف، وهكذا. ليه بقى ده مهم؟ لان ده اللي بيخليك لما المشكله تقع قدامك تشوف الصوره كلها، مش جزء صغير وبس. بالمناسبه انا عايزك تعرف التفاصيل دي كلها، مش علشان هتشتغل مكان كل الناس دي، لا، هو غالبا الشركات ما زالت محتفظه بالتخصصيه وهتفضل محتفظه بالتخصصيه، ولكن لا مانع من انك تسبورت. عادي جدا ان انت تبقى موجود في تيم بشكل اساسي وتسبورت مع تيمات اخرى في الشركات. رقم 2، اتعلم تمسك الريكوايرمنت وتحولها لخطه، ودي من اهم المهارات اللي قيمتها بتعلى جدا، لان دلوقتي اي حد ممكن يفتح اي اي تول ويقول له انا عايزك تعمل لي فيتشر كذا، لكن قليل اللي يعرف يعمل ده صح ويعمل له بقى بلان محترمه ويوز كيس وريكويرمنت ليست والدنيا الجميله دي كلها. وبالتالي لازم تعرف انك تفهم المطلوب كويس، تسال الاسئله الصح، تحدد السكوب بتاعك، تكتب سبيك او بلان واضحه، وتقسم الشغل بتاعك لخطوات واضحه. الناس اللي بتعرف تعمل كده هي اللي هتعرف تستفيد من ادوات الاي اي كويس جدا، انما اللي داخل على طول بقى للتنفيذ صدقني هيضيع. رقم 3، اشتغل بالاي اي كفريق، ودي نقطه فارقه جدا. انت مش مطلوب منك تسيب الاي اي، بالعكس انت مطلوب منك تستخدمه جدا، بس تستخدمه صح. يعني تعرف تدي كونتكست محترم، تطلب بلان قبل التنفيذ، وممكن تستخدم طبعا ادوات زي سبيكت وغيرها، تراجع الاوتبوت وتضمن الجوده، لكن ما تبقاش علاقتك بيه ان هو بيفكر وانت بس بتبص، لان ساعتها انت بقى كده مش بتكبر، انت بتضعف. رقم 4، امتلك فيتشرز كامله، زي امتلك وحدتك في الساحل كده، ربنا يرزقنا ان شاء الله. ودي مهمه جدا حتى لو في مشاريع صغيره، يعني ما تكتفيش انك تعمل جزء وتقول خلاص، لا، حاول تبني الحاجه من اولها لاخرها، من الفكره للخطه للتنفيذ للتست للديبلوي، حتى لو حصل مشاكل بعد كده تبقى فاهمها. ويفضل يبقى عندك سايد بروجكت تقدر تعمل فيه الكلام ده كله. وطبعا الكونسيبت ده في الشركات بنسميه انك تاون الفيتشر او تمتلكها وتبقى مصدر المعلومه للتيم في الجزء ده، لانك اكتر واحد عارف الفيتشر دي كويس، مش بس في الجانب التكنيكال ولكن كمان في الجانب البيزنس والبرودكت. رقم 5، خلي عندك عين برودكت، ودي ناس كتير بتنساه. تفضل طول الوقت مركزه على الكود، الفريم ورك، الاداء، الاي اي، الامبلمنتيشن الجميل، وتنسى تسال هو ده بيفيد مين، بيحل ايه بالظبط، هل ده اهم حاجه اصلا، هل في ابسط من كده، هل في طريق اسرع اني اوصل للنتيجه. فعين البرودكت غير ان عليها حارس، لكن هي اللي بتخليك تفهم ليه الحاجه دي بتتعمل اصلا. الخلاصه، سوق البرمجه مش بيقفل ابوابه، هو بس بيتغير حبتين ثلاثه، فاللي هيفضل متمسك بنفس تعريف المبرمج القديم هيتعب جدا الفتره الجايه، لكن اللي هيتاقلم ويفهم البرودكت والسايكل اللي شغال فيها كويس جدا ويجري مع الاي اي ويستخدمه صح ويعرف يمسك الحاجه من اولها لاخرها، هو ده اللي ليه مستقبل. وبس يا سيدي، سلام.